السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم احنا مو بالقريه، شوي الفلوق راح يكون بدايته مختلفه، بس هواي عالم تحب تشوف شيء جديد. يوم احد وجبتكم السوق الاحد هنا بمدينتنا، الناس ايش عندهم غرض يجي هنا يبسطون ويبيعون. راح انا وياكم نشوف شنو عندهم وخلونا نطب. هسه راح اعبر الشارع وانتم خليكم وياي، بس ادعوا لي ما انتهى. هاي الدخولية، تعالوا خلينا نشوف ونكتشف. حجم السوق تقريبا يعادل ملعبين كرة قدم. سوق كبير كلش، كل الأغراض المستعملة والقديمة همين راح تكون موجودة بهذا السوق. وحتى تايرات يبيعون، فراح اسال على التايرات، صدفة حلوة. لأن ذاك الفلوس كان عنده تاير طاق، طق التاير والله وفقه وصار عنده فلوس. Dobry proszę, ja. Jaki kosztuje? Цей $1000. Це хороший варіант в селі. Це скільки коштує? وسألت على هاي قال سعرها $800. عنده هواي شغلات رخيصة وعنده هواي شغلات يطبر بيها بالأسعار. المهم ما علينا، راح نفتر بالسوق وراح أشوفكم شغلات جديدة. الدعافيس اللي احبها. Dobry proszę, cena скільки؟ هذا ب 600 قربن، كلش قوي. احسه اصلي، راح اجربه بالمصور معك. خذ الزبط. تلقاني ممدد هنا دشنا بيه والله اللي ما يخلي لايك ينزل جوله. شوف هاي السيارة قد حلوة. Цю можна за 100. 100 ربع؟ Можна 100. الدعافيس اللي احبها كلش رخيصة وبنفس الوقت تشبه سيارتي، يمكن راح اخذها 100 قربن، حلوة صعد بيها البزازين. حتى صندات لقيتهم يبيعون. سألتها بيش؟ قالت ب600 قرفين، يعني نرجع ونقول ب$14 تقريبا. من يذكر هذا الام بي 3 القديم؟ والله عندي بيه ذكريات. اشتريت هذا واشتريت اللي تشوفوه هسه حاليا، وبعد عندي هواي شغلات لازم اشتريها. تعالوا هسه اشوفكم اسعار السيارات لمحه سريعه. وراي هذول كلهم ارقام اوروبيه واوكراني، دائما الارقام الاوروبيه باوكراني تكون ارخص، النمره الاوكرانيه تكون اغلى. اسعار بالله ذني. تعالوا اشوفكم هسه الاسعار. هاي الفيكس واجن ما صار، هاي سعرها 92 ورقه. صراحه هي سياره عاليه بس السعر مبالغ به. انا كشباب نحب شويه سلندر، ثاني سلندر. صراحه انا احب ان هيك تكون عندي سياره بالمستقبل وافتر بيها كل مكان، افر العالم. يعني شوف المرسيدس سعرها $33,000، بنفس الوقت هي جديده موديل 2021، يعني ما صار لها وايد 3 سنوات او 4 من مستخدمين. هاي بدايه المعرض مال السيارات، هذول خالينهم هنا تقريبا 10 سيارات، بس هو المعرض الكبير بعدنا ما داخلينه، السوق احنا بعدنا ببدايته. يلا. اشتريت هاي الاكله الاوكرانيه تشوبراك، هذا شكلها شوفوها كلش طيبه. توشنا سماشنا جاي اشوف عن اكبر سمكه، خلونا راح اعامل عليها وشنو نوع السمكه هاي، وهم اذا عرفتوها اكتبوا لي اياها بالتعليقات راح اوصل له. سرطان البحر اللي ما اكله ومجرب طعمه خليه يكتب لنا بالتعليقات على مره ثانيه اجي اشتري منه. سالت الولد ايش قد وزن هاي السمكه؟ قال لي 26 كيلو. 26 كيلو. اكتبوا لنا بالتعليقات اذا عرفتوا نوع السمكه. صراحه هاي السمكه انا اول مره اشوفها، اعتقد انه الشبوط الذي لا يهاب في البحر. راح يحسب لنا سعر السمكه هاي الكبيره، شوفوها. قرب تريد صوت سعرها تريد صوت. ترخصت من عنده وقلت له راح اشيل السمكه وارد اشوف فعلا هي ثقيله وبيها 26 كيلو لو بس مجرد شكل. صراحه طلع بيها 21 كيلو. صاحب المحل عنده هذا للبيع، فقال لي انا شايفك على التيك توك اتمنى من عندك تعرض لي على البيع واي شيء تحتاج فلوس انا حاضر. قلت له ما اريد اي شيء وتدلل. عرضت له فطاني هاي السمكه هديه صغيره جاهزه طبعا، بس انا صراحه ما احب هذا النوع من السمك. شوفوها. رجعت للبيت وانطيتها تشبه المصموطه. احلى شيء بهذا البازار
انه كل شيء متوفر، يعني انت مو بس انه تجي وتشتري وتروح، اكو مطاعم كافيات تقدر ترتاح بيهن، تقدر تقعد بيهن شويه وترتاح وبعدها تكمل الجوله مالتك. البازار راح يقفل بعد قدامنا 40 دقيقه، فلازم نتونس بيها ونكمل جولتنا، لان السوق قلت لكم كله كبير ويحتاج لنا ستوته. سنعود بعد قليل. اليوم جبت لكم منصة 1 اكس بيت. باختصار منصة 1 اكس بيت اقوى منصة للربح عن طريق التوقعات، يعني اذا انت رياضي وشاهد كرة القدم ودائما تعرف انه ممكن هذا الفريق يفوز على هذا الفريق وبنتيجة مثل 1-0 2-0 ان شاء الله 10، وبعد ما تتوقع صح اكيد راح تربح. يعني باختصار منصة مختصة بالرياضة. شنو المطلوب؟ الطريقة سهلة، كل اللي عليك تستخدم البرومو كود اللي راح اخلي لك اياه بالوصف، تفتح الوصف تدخل على الرابط وتسجل. اول ما راح تكمل اجراءات التسجيل راح تجيك $100 بونص كهديه، وطبعا هاي بعد اول ايداع. بعد اعتقد شرحت لكم الطريقه، شنو اللي منتظرينه؟ تلقون الرابط بالوصف. عدنا. السياره اللي وراي سعرها $4500. هاي السياره مثلا هسه انا داخلها واقدر اشغلها. شلون اشغلها؟ اكو شركات تعطيهم السياره، شركات تاكسي، وبنفس الوقت كل شهر يقومون يحسبوا لك عليها مثل $400 او $500 حسب نظافه السياره. اكو هواي ناس هيك مسوي، مشتري سياره سيارتين ثلاثه اكثر، يعطوها للشركه والسائق الواحد يعطيك الورد مالتك كراس شهر. طبعا هذا راح يكون بينك وبين السائق عقد وقدام المحامي وشغله اصوليه. هذا من المشروع زين. هذا الفرن كلش عجبني، سعره كلش رخيص 300 جريفن. ايش قد يساوي؟ اقرا الرقم. اقدر اسوي بيه بانكيك واقدر اسوي بيه بيض او حتى كيك اقدر اسوي. عشاق الباسكلات ويلي على الباسكلات. هنا الباسكلات كلش مرغوبه باوكرانيا خصوصا بالصيف، الناس تاخذ الباسكل وتعوف السياره بالبيت. شوفوا شنو اشتريت. خلصت من اصنع شويه بالصوف لهذيك كسرت ظهري. فقررت اشتري هاي لان مستعمله ورخيصه. هنا شوفكم ولا لكم بالبيت راح اشوفكم. هسه خلنا نتمرن هنا. هذه اشتريت هذا المنشار يفيدني اقص بيه الخشب، عمي رخيص. اكو شغلات هنا مستعمله، يعني واحد حتى لو عنده $500 $400 يقدر يشتري هواي شغلات والله يكفنك وزايد. ترى احنا مو بتركيا، هذا العلم هو وراي للبيع. واذا ما تفتحون المي علينا راح اخذ العلم واروح ابيعه بغير مكان. خليت الغراض اللي اشتريتهم بالسياره وبعدها انطلقت. واخيرا رجعنا للبيت بعد ما صورنا لكم وشفتوا السوق. لازم نسوي لنا شيء ناكله لان صراحه كلش جوعانين. شفت الغراض اللي اشتريناها؟ هم لازم نعدلها ونرتبها. اشتريت سمشتين، وحده لي ووحده للجده القبالي، لان الجده دائما كل ما تطبخ ما تنساني، وهذا واجب علي انه دائما ما انسى همين. صار الدنيا العصر، هسه جا وقت الشغل. كلكم شفتوا المنشار اللي اشتريته؟ هسه راح اخليه له مكان ثابت هناك على مود اشتغل بيه براحتي، بعد ما اجيب المنشار واقعد اقص واتعب نفسي. لقيت لي شيء بسيط وبسعر مناسب راح يوفر عليه هواي شغلات وجهد بنفس الوقت. هسه اكيد راح تقولون شوفك تك وتك. شنو المشكله؟ اثنيناتهم يشتغلون. اخذت الحجم مال المنشار وسويت هذا الاطار. ليش؟ على مود يجي المنشار يقعد بالنص والطارف مالته كله راح يكون خشب. نعم انها بدايه اصنع بالصوف. من هذا المنشار راح نصنع بالعالميه. هاي ما طفت الكهرباء، لا هذا الجلوب اللي جايبه اني. شوفوا بس اتحرك راح يجر. شكرا. هذا الجلوب اللي انا خاليه اذا ماكو حركه يطفى وحده، وبهاي الحركه طبعا فايده هنا للناس بشكل مو طبيعي. راح تقولوا لي شلون؟ يعني مثلا انا اسف ما قلت لكم ما احب المقارنات، بس هو الاستفاده. هنا الشعب الاوكراني اول شغله اجيت عرفتها ان الاضويه اللي ما لها داعي ما يصير تشتغل بالبيت. اول شيء على مود لا تصرف الطاقه وبنفس الوقت هاي الفلوس جاي تدفعها. فايد نفسك وفايد البلد بنفس الوقت. يعني اي شيء بالبيت تشوفونه يشتغل ضوء خصوصا بالنهار. يعني اكو ناس بالنهار انت على شنو شغل الاضويه؟ شوف الشمس خلي الضوء يدخل للبيت والهواء. يحبون يسدون البرده ويشغلون الضوء. ليش؟ على العموم ما احب اتدخل بالسوالف العاليه، بس هاي يعني لمصلحه البلد. عقب باكر لا تقولوا مصطفى انت ما فدتنا بشيء من قلت لكم طف الضوء. شوفوا من يريد يساعدني. بس هذا البزون من الزغار بقن، البقيه كلهم وزعتهم.
يعني يريد الطي. اكتبوا لي اسم هذا البزون خلينا نشوف ذوقكم. شو اسمه؟ مسيود. هسه راح اجي اصيدك. مسيود العب هنا بيماجي. راح اشغل المنشار واشوفكم اذا كان هذا المنشار يستحق ان نشتري لو لا. اكتب لي شنو رايك بهذا المنشار، زين لو مو زين؟ قص والامور طيبه. هسه قدامكم همين راح نشغل ونجرب. والله خوش يقص. معود هذا كل ساعة يجيني البزون. اشتغل من فضلك. من فضلك اشتغل. بارك الله فيك. شو تريد؟ اعطيك شاكوش تشتغل وياي؟ لا تعال خذ مسيود. اعطيه حليب مثل هذا. والله ما يشرب. والله يشرب. صار يوم ثلاثة يشرب. كان ما كيف ما يشرب عمود ماجي. شلون جاي تسوي؟ اكمل ميز المنشار بسرعة واشوفكم النتيجة. قد حلوه الموسيقى اللي مشغلها بالليل. موسيقى هادئة، لا اغاني، لا بطيخ، لا احبك، لا تحبيني، ولا مشتاق ليك. طاقة سلبية الاغاني، موسيقى هذا وخلاص. وكان تكمل الفاصوليا. كمل التشريط مع الفاصوليا. هذا اللحم لحم عجل. نغدي نكمل وبعدها اروح اكمل شغل. الاجواء ممطره عندنا. اشوفكم بعد الغداء. سهلكم بالعافيه. هذين دعوتين راح يوصل للعراق، من القريه للعراق. بس تعالوا خلينا نقعد شويه هنا ونسولف وياكم. هاي الدعوات اول ما يوصل للعراق ياخذها الشخص ويروح يقدم بالسفاره الاوكرانيه اللي موجوده ببغداد، واكو سفاره ثانيه موجوده باربيل. شوف شنو الاقرب لك. فالناس الجاده اللي تريد دعوات تواصل وياي على الواتساب واعطيك كل التفاصيل. دعوات اول ما تشحن من يمي تقريبا تاخذ من اسبوع الى اسبوعين توصل. واخيرا موضوع المجاري راح اخلص من عنده. شوفوا هاي كملناه هاي انا وصديقي. قصة عنتر. سوالنا اياها قصة عنتر. لو ما هو هي شنو هي قصة عنتر اصلا؟ صدق كتبوا لنا شنو قصة عنتر. المي راح ينزل من هناك يصير بهاي البلوعة الاولى وبعدها يمشي للبلوعة الرئيسية. هاي حفرناها جديد. ذاك الفيديو كتبت لكم شنو سنة العصملي. شكرا للناس اللي طت المعلومات وكتبت لنا بالتعليقات. من كانوا العثمانيين بالعراق اعتقد هم سموها سنة العصملي. هواي معلومات فاختصرت لكم انه هي بزمن العثمانيين. تعالوا نكمل هنا شغل على مود اشوفكم المنشار شو راح اسوي. شنو هذا صوت الهورن اللي تسمعونه؟ معقولة بالغاز؟ لا تعالوا. هذا الصوت مال ابو محل متنقل، يعني اسواق منزليه، يبيع خبز، يبيع بيض، يبيع زيت، وهاي شغلات منزليه يحتاجوها الناس بالقريه ما يلقوها هنا بالمحلات الصغيره، فيفترون هذولي اهل السيارات. وهاي الفكره هم بالعراق كلش حلوه. اذا اكو مثلا
اسواق متنقله بس بدون ازعاج، يعني خلي لك صوت مميز انه تحسها دائما بها محلات بعيده، وبها حاجتك اللي تريدها بالمناطق اللي تحس انه هاي المنطقه محتاجتها اكثر شيء. والله يرزق الجميع. هسه راح اطمن من هولا الاولى. لا طم صحيح من هناك شيء. شنو؟ من هناك جيب. من هناك؟ اي طيب مو طمن شيء، ليش ما حكيت من هناك؟ صار لي ما بشتغل عماله. يلا. صار 3 ايام. هذا الباص الاصفر شفتوه؟ هذا يجي بالقريه باليوم مرتين، يجي الصبح ويجي الساعه تقريبا بالخامسه، بس القريه مالتنا احنا مو كلش يعني قريبين عن المدينه، فيجي الباص مرتين باليوم. بس الشارع الرئيسي اللي يبعد عنه اللي موجوده بيه الباصات 24 ساعه تقريبا 10 دقائق. قبل ما اكمل شغل بس ملاحظه انتبهوا عليها، رقم الواتساب اللي اخليكم اياه هذا تشوفونه راح يرد عليكم صديقي انا وياه نشتغل سويا. شنو انا مبلغه بيه؟ راح يفهمكم على تفاصيل السفر والناس اللي تريد تشتري بيوت، وبنفس الوقت الناس اللي تريد تستثمر او اخواننا اللي يجون من الخليج يردون سياحه هنا باوكرانيا، همين ان شاء الله ما راح يقصر وياكم وراح يرد عليكم بسرعه. الناس الجاده فقط. والله العظيم الرسائل كلش هواي وما جاي يلحق، وانا بالنسبه لي ليش خليت الواتساب انه صديقي لازم يرد عليكم؟ اول شغله لازم اصور لكم، انا لما تشوفونه اتاخر ترى انا اسولف هواي على الواتساب وتقريبا نص يوم يطير، فما لحق شو يصير اصور انظف اسوي اكل ارتب ارد على العالم، الناس اللي موجودين بالجامعه، الناس مثلا يخابرك واحد يريد مساعده، هواي شغلات. وبنفس الوقت انا عندي محتوى اوكراني، هسه انا على التيك توك دخلت تقريبا 40,000، وكل فيديو جاي نشره جاي يوصل نص مليون مشاهده، وجاي يجيني هواي شغل. ممكن هذا رزق من رب العالمين، ورب العالمين يعرف ان هاي الخطوه انا من زمان فكرت بيها. اول ما جيت هنا ردت اتعلم اللغه واصير صانع محتوى. وهاي جده الطيبه المسكينه شوفوها تقعد من الصبح تشتغل. اللي باو على ذول الناس راح يتعلم هواي شغلات، راح يعرف ان الدنيا بعدها بخير وما لكم علاقه بفلان يريد ملياردير، بفلان يريد فلوس. الهواء كلش عالي. لبست البدله مالتي واخذت شويه تمرين سريع وبلشت بالتنظيف. رتبت كل الغراض على مود اعرف شنو اللي احتاجه بكل مكان. طبعا الباب خبرنا انا كل ساعه بالك وجني، بس هذا هوا عالي. كنست الارضيه شوف شلون طلعت تخبل. وهذا الميز اللي سويته اني مال اصنعه بالصوف، سوف نصنع. شريت هاي الطاوله الصغيره، اكو ناس تسميها طاوله، اكو ناس راح تسميها ميز، اكو ناس راح تسميها خشبه، سموها اللي تسموها، بس شنو فائدتها هاي؟ هسه راح اقول لك. اول شيء ناخذ منقله، هيجي جيبه. اقدر هنا اطبخ، اقدر اخلي اللابتوب، رغم ان انا ما عندي لابتوب بس راح اخلي اللابتوب. واحلى شيء الصبح القهوه والكروسون والكيك والبان كيك وماعون الباكر. المهم انا فرحان بهاي وانتم هم فرحانين، اعرف شو اشتري انتم تفرحوا لي، شكرا لكم. واي شخص يريد يدز له هدايا اقدر اعطيك العنوان وترسل لي على العنوان استلمها منه انا. ما تريد تدز هدايا براحتك لا تدز، انا ادز لك هدايا بس دز لي العنوان مالتك. بس اذا ما راح تدز لي بالبدايه انا ما راح ادز لك. حسنا اكو اخبار كلش حلوه صراحه، ما كنت متوقع انه راح اجيب بهاي الفتره القصيره اجيب هالقد عدد متابعين من الناس الاوكران على التيك توك. المحتوى اللي صنعت لهم اياه مثل ما جاي اصنع حاليا فلوقاتي، بس احكي باللغه الاوكرانيه، وهواي ناس حبتها وناس يعني دعمتني وساندوني بسرعه. بس 95% الناس كلها محترمه وناس كلها ايجابيه ويستاهلون واحد يكمل لهم ويصور لهم اكثر. الحمد لله والشكر الامور طيبه وما اريد اطول عليكم. تعالوا نكمل. اعطيتها بطرون قالت لي تعال عقب باكر خذها. قلت لها ايش مطيج؟ دشداشه وشطفه. خلنا نروح للبيت احسن. وصلت للبيت سديت الباب، طفي السياره،
مرة فستك عيني. يمكن انتم تدرون انا اكثر يوتيوبر لا يدخل نفسه بسياسي، لا بمشاكل ما تخصه ولا يحكي على حد، بس اذا كانت اكو حاله سلبيه واحد لازم ينتقدها بالمجتمع، تمام؟ وهذا من حقك. اللي اريد اوصل لك تقدر تعبر عن رايك بس بدون كراهيه، بدون حقد. يعني اذا شفت مصطفى يعني وصل لهاي المرحله وبدت الناس تحبه ونعرفه باوكران، بعدني يا الله استوني بلشت، تمام؟ صار عندي 40,000 ومشاهداتي بدات توصل تقريبا كلها فوق النص مليون، وعندي فيديو راح يدخل مليون كله مشاهده. تعليقات الناس الاوكران، انا من بلد عربي وجيت تعلمت لغتهم، كلش احترمون وحبون لهذا الشيء. ونفس البساطه اللي جاي اصور لكم بيها جاي اصور لهم نفسها. تعليقات الشعب الاوكراني المحترم. هذا الموضوع يراد له حلقه خاصه، راح ادخل لكم بالموضوع واقول لكم شنو القصه. انا دائما احب اكون انتهي بمحتواي ومالي شغله ولا اسيء لاي احد. جت قناه اوكرانيه صورت اول لقاء لي ونشروه على اليوتيوب، تمام؟ وصل تقريبا نص مليون مشاهده. روح شوف تعليقات الناس الاوكران، راح اخليكم رابط اللقاء بالوصف. انا عارف انتم ما راح تفتهمون ويراد اترجم لكم اياه، بس اوعدكم راح اترجمهن ثلاثتهم مو بس واحد. وش قد عندنا ناس محترمين بالعراق رغم انه هو ما يعرف لغه، تمام؟ بس يروح يترجم ويكتب كتابه كلش حلوه وكلش محترمه. وكنت اقرا تعليقاتكم وكلش افتخر بكم، شكرا لكم. بس للاسف اكو بعض الفئات، اكو ناس كاتبين بالعربي بالتعليقات احنا نفتخر بيك مصطفى وشكرا لك لان جاي ترفع اسم بلدنا وجاي تذكرنا هناك، نفتخر بيك. تلقى واحد يدخل عليه يكتب له هو شو مسوي؟ مخترع مرقه طرشانه؟ لو مخترع البطانيه ام النمر، يعني هيك يضحك هو من الله، هيك كوميدي مال ملابس. انت اشوفكم ان بعض الناس ما يريدون يشوفونك ناجح، وهذا الشيء انا كلش يسعدني. راح اشوفك وغصبا عليك راح تحترمني اكثر. بس هاي كانت هي المساله الوحيده. يعني تخيل يروح بقناه، تمام، مال بلد مو بلده وما عاش هنا مثلي وعرف ثقافتهم وتعلم اللغه او تعرف على ناس وكون علاقات وشغل. صح انتم كتبتوا بالعربي بالتعليقات بس الشعب الاوكراني جاي يترجمون ويقرون ويشكروكم وبنفس الوقت وجاي يردون عليكم. شكرا لكم. الواتساب هذا الرقم، من راح يجاوبكم؟ راح يجاوبكم صديق علاوي، نشتغل انا واسويه. قلت له علاوي احكي ويا العالم وطيني الزبده، مثل انا اخذ الاوراق او اخذ كل شيء اروح اكمل وادز للعراق، تمام؟ لان اذا اقعد اسولف ويا الناس لا راح اقدر اصور، حتاخر عليكم بصناعه المحتوى وانا تاخير مو بصالحي، لازم اشتغل اكثر وهذا البيت لازم اشتري، انا تعبت عليه فما اريد اطلع منه، تمام؟ اشوفكم بالفلوق الجاي وشكرا لكم مره ثانيه. مع السلامه.